السلام عليكم. الدور البلاتويات التونسية الدور سواء نحكيو على التلفزية ولا نحكيو على الإذاعية تلقاهم يحكيو على الدربي، والدربي هذيك هو لازمك تحكي عليه جمعة قبل الدربي و10 أيام ولا جمعة أخرى بعد الدربي، معناها ديما راكش تقعد تحكي على الدربي. لكن الإشكال اللي قاعدين نشوف فيه توا إنه الناس اللي تحكي على التحكيم أكثر من اللي تحكي على الكورة. معناها والله كان جات مثلا تحكي لك على رسوم تكتيكيه، تحكي لك على شوا، تحكي لك على تكتيك، والله صح يشدوك في فلان قال، في الحكم الفلتاني، في هكا العام عملوا لي، في هكا العام قدوا لي، في الحكم الفلاني ظلمني، في فلتان رجعوا له، في فلان هذا يحب يظلمني، والبكاء والشكاء من البلايص الكل باش نكونوا واضحين الساعه باش ما نبداوش احنا نعرفوا شنو قاعدين نحكيو. لأنه اليوم ما تنجمش اليوم تحكي على كرة قدم في ظل الأجواء المتعفنة هذه، لكن الله غالب الله غالب، لأنه احنا عنا ناس تكونسومي في الشيء هذا. هو الإشكال مش في اللي يحكي، راهو شوف انت بلاتويت الدوخ راهو يبدأ يحكي في كلام راهو بطريقة غير مباشرة وقاعد يعبي في قلوب العباد. راهو سواء نحكي على اللي من جانب الترجي ولا من جانب الكلوب، راهو يبدا يحكي له فلان ماكم عملتونا، والاخر يبدا يقول له ماكم عملتونا، ويبداو يعبيوا في قلوب العباد. للي من بعد الشيء ذاك الكل تلقاه في الفيسبوك، تلقى الناس تسب في بعضها، ومن بعد تلقاه في الجماهير، وتلقاه في الستاد، وتلقى الكلام الشيء ذاك معناها المستنقع العفن ذاك. ليه واللي يزيدك اكثر من ذلك غرابه انه ساعات لو زاد ساعات فما ناس اليوم تزيد تساهم في الشيء ذا في توتير الاجواء. معناها انا نجي نحكي مثلا على بلاغ الترجي هذه التونسي، جاش قال لك راني انا خويا نحب على حكم اجنبي، انا راني رسلت اداره النادي الافريقي قلت لها علاش ما نتفاهموش مع بعضنا نعملوا وانا مو راسله نحكيو ونقولوا رانا نحبوا على حكم اجنبي. ما ردتش عليهم كلوب افريكا، مشاو وعاودوا عملوا معناها عملوا بلاغ اخر حكيو فيه زاد كيف قال لك احنا رانا حاولنا نلقاو حل وسطي للحكم اجنبي ما فماش منه، هذاك راه ديما حسب البلاغ. باه يجي اليوم سليم المدب في الحلقه نتاعو، اسمعوا شنو قالوا بعد نتفاعلوا مع الموضوع. يثبت هذيك حاجه معلومه مهمه جدا وصلتني توا من اداره التحكيم، يقول لي يا اسلام قل لهم الزوز فرق ما طلبوش رسميا وبالتالي عندهم ثقه في التحكيم التونسي. كان ترجي حاجتها لو طلبت بمراسله رسميه كلها ضغوطات فارغه، معناها ما فما حتى فريق طلب رسمي. هنا شنو اللي يزيد يخليك معناها كي تسمع كلمه ذي يزيد يأجج الرأي العام، راهو يزيد يخلي العباد تتكلم. معناه يجي يقول لك انت خويا ماك تحكي والترجي وانا راني كلمت القلوب وحبيت نعمل حكم اجنبي، هي هاك ما طالبتش تجي تقولوا انت والله صحيح علاش ما طالبش. معناها حاجات معناها كلي يزيدوا يعكروا الجو اكثر من هو بطبيعته معكر، اكثر من هو داخل بعضه. وهنا راهو معلاه الناس لازم تتحمل المسؤوليه نتاعها. لو تصريحات بالطريقه هذه راهي ما تزيد كان توتر الاجواء. علاش احنا نحكيو هكا؟ علاش ما نحكيوش كوره؟ يعني انت زعما اليوم ما يصيرش خمم بينك وبين روحك، زعما اليوم اداره الترجي هذه التونسي زعما معناها ككوره تستحق معناها تحكي على الاربيتر والاربيتر باش يعاون والاربيتر باش يدز ونحب الاربيتر اجنبي نحب كذا ونحب كذا؟ اكيد ما تحبش، اكيد يقول لك انا راني نلعب على ارضيه الميدان. معناها حاجات كيما هذه راهو بصراحه معناها كي تجي تشوف راهو والله ما نلقاك حتى عذر اليوم، حتى عذر ما نلقى اليوم. هكاك تشربكوا فيها جي بقى شنيا بلاغات هاي كل اسبيرونس تحبها وفلان او الكلوب ما حبتش، هاو تخرج الجامعه من بعديك ولا تخرج لك اداره التحكيم هذه تقول لك لا انا ما في باليش وما عملوليش مكتوب رسمي، وكان يجيبوا يحبوا راهو عملوا لي وراهو هذه بلاغات من الحيط هذه يعملوا فيها. ما هذا ايش يحب يقولوا هما هكا يحب يقول لك ليك هما كان حاجتهم راهو عملوا مكتوب، راهو ما حتى واحد جوست ضغوطات شنو معناها ضغوطات؟ هذا ضغوطات معناها تصور انت اليوم انت ما كجبتها وانت ما قلتش شكون اللي قال ترجي معناها تحب على حكم اجنبي. انا الحقيقه معناها والله العظيم اقسم بالله شيء تعب من الموضوع هذايا. نجيو تو الموضوع امور خلينا نحكيو كوره على الاقل ما دام مساطت هي في حكايه هاو التحكيم او دز مع فلان او احكي مع فلتان. البلايلي يعد الجماهير بالفوز، معناه شفنا اللقطه اللي عملها البلايلي بعد المقابله، وخاصه اننا نحبوا نحكيو شويه كوتي معناها بالنسبه للتساؤل. بالنسبه لي فما تساؤل يقول لك اليوم اسكو عدم استدعاء البلايلي للمنتخب الجزائري ينجم يمثل عائق على المستوى الذهني للملاعب انه باش يتالق ويبرز في المقابله تاع الديربي،
والا لا باش يقول لك انا ملاعبي راني باش نوريك الكاليتي نتاعي اني نستحق نكون متواجد في المنتخب الجزائري وعلاش ما تعيطليش. الحقيقه فنيا كي تجي تشوف راك تلقى البلالي راه يستحق يكون موجود. شوف انا ما نجمش نقتنع به، انا بريسك ملاعبيه المنتخب الجزائري نعرفهم، نعرف لي كاليتي نتاعهم، نتبع شويه في شنو اللي قاعد يصير، قاعدين معنا نسمعوا على البيرفورمانس نتاعهم في المكان نتاعو. راهو ابار عموره هاني انا نزيد انا نسمي لك الاسم بالضبط، ما تنجمش تحكي لها حتى ملاعبي. والبلالي راهو ملاعبي عنده برشا كاليتي قادر يقدمها للمنتخب الجزائري، قادر يقدمها في الماتشوات نتاع كأس العرب، كيف زاد في كأس افريقيا. معناها انت تقعد تتسائل تقول كيفاش علاش البلالي مش موجود. اكيد راه مش باش ياثر على ادائه، خاطر ملاعبي كونفيرمي. صحيح ما عندوش الادوار الدفاعيه، صحيح ما تطلبش منه جانب الدفاعي، لكن انا وقت اللي حاجتي بيك على مستوى الهجوم راني وقتها باش تعمل لي البلوس وتجيب لي معناها شنو اللي حاجتي. دونك راهو البلالي انا ما نتصوروش باش يتاثر معناها بالدعوه هذه ولا عدم الدعوه نتاعو للمنتخب الجزائري. وباش تراو البلالي اللي هو ديما يمثل نقطة قوة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، لأنه الترجي الرياضي راهو كي نحكيو عليه راهو فريق متكامل. هو شنية توا لي بوان فور بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ونقاط القوة نتاعو بارابور للكلوب افريكان؟ أول حاجة يمتاز بالثنائيات، خاصة معناها من الناحية الفردية، معناها كالديال والفرديات والملاعبين اللي قادرين يصنعوا لك الفارق. عندك اللاعب اوغبيلو معناها في خاصة معناها على التمرير ومستوى التمرير، واذا كان نحكيو معناها على لي باس لونغ نتاعو الكلهم يمشيو صحاح. اذا كان باش نحكيو على عودة يانساس اللي باش تعطي برشا بور اوفنسيف على المستوى الهجومي، ولكن نحكيو عليه ملاعبي راه قادر باش يقدم برشا اضافه للترجي التونسي. عندك جبالي في دور تكتيكي، ملاعبي إلي في نفس الوقت يكون في وسط الميدان وعاتيك مرونه تكتيكيه. بوعاليه اللي معناها ملاعبي زاد كيف نعرفوه بوكود كاليتي. نفس الشيء نحكيو على اللاعب دانو معناها مهاجم. يوسف البلالي كي تسمي الاسماء اللي قادره على احداث الفارق في الترجي التونسي الحقيقه تتعب من الاسماء، لانه برشا اسماء قادره انها باش تلعب، فبرشا اسماء قادره انها باش تقدم الاضافه. معناها حكينا عبد الرحمن كوناتي ما حكيناش عليه، معناها هذا في وسط الكل مازال ما حكيناش على عبد الرحمن كوناتي. دونك هذه الحاجات المهمه اللي نورمالمون نحكيو عليها كنقاط قوه الترجي التونسي. نفس الحكايه اذا كان باش نحكيو على من نقاط القوه نتاعو، هو انه نحكيو على الترجي التونسي خاصه في الكرات الثابته. معناها الترجي في الكرات الثابته قاعد يعمل معناها في برشا ابور اوفنسيف على المستوى الهجومي. خاطر علاش انا نحكي على الكرات الثابته؟ لانه شفنا فيها تنويع. الترجي الرياضي ضد سي اس اس كان سجل في الهدف الثاني يوسف البلالي، اللي بالرغم راهو الناس تسال قلت البلالي كيفاش مركب بالراس، لكن راهو ساعات انت تجي مثلا تعمل ماركاج ستريكت، مثلا باش تعملوا على مريح، باش تعمل ماركاج على جلاسي، باش تعمل ماركاج مثلا على دانو، باش تعمل ماركاج على يخرج لك ملاعب كيما البلالي عمره ما ضرب كره بالراس يحط الكره في الشبكه. وهنا خدمه نتاع الفريق على مستوى الكرات الثابته. الديربي هذا راهو مش باش يكون سهل. الديربي هذا الحقيقه معناها فيه برشا حاجات معناها قادره انها باش تاثر على المقابله. ما لازمتوش زاده يخرج من الطاقم نتاعو، خاطر في الاخر بالكل رانا نحكيو على 3 نقاط. هذه ركزوا لي فيها 3 نقاط. نحكيو تعرف الجوله قداش؟ جوله 14 راهو الديربي. تعرف معناها جوله 14 معناها انت مازالت عندك 16 مقابله، 16 في 3 تعرف قداش من نقطه. معناها رانا قاعدين نحكيو على نقاط راهو باش نقول لك انا في 3 48 نقطه. هذا تعرف 48 معناها راك اليوم تنجم تربح الديربي، مش معناها راك فزت بالبطوله وسايي. غدوه راك تنجم تخسر الديربي، مش معناها راك سايي خسرت البطوله ما عادش تلعب وسايي. غدوه تنجم تربح وتنجم تلقى روحك من بعد خارج الاطار. معناها رانا شوف ما زالت برشا كره راهي تستنى فينا، ومن غير ما يبدا الوضع يتشنج، ومن غير ما نبداو نحكيو في اللي زاكوتي والحكايات الفارغه. نحكيو كوره، نحاولوا نفهموا شنو قاعد يصير، نحكيو تكنيك. هذاك هو اللي باش يحكم في المقابله. راهو الاجواء الخارجيه راهي ما تنجم تزيدك بحتى شيء. وكما قلت راهي 3 نقاط وتعدى. خاطر هاو نزيد انا نذكرك ستاد تونيزيان عملوا الكمل هو بطل الخريف، من بعد اسكو كمل هو في الشامبيون ما كملش، يكمل السادس يظهر، مش حتى يكمل السادس جمله بعيد. غير هكا في الكوب مشيت هاو منا ومن غادي يلقى روحه فينال، باش من بعد مشى مشاركه افريقيه، وبطبيعته هاو من معناه الدور التمهيدي يروح على روحه، حتى المجموعات ما وصلهاش. دونك ان شاء الله نسمعوا كان الحاجات الباهيه، ونحكيو تكتيك وتكنيك. باش تكون عندنا ان شاء الله حلقه اخرى باش نحكيو فيها زاده كيف على الديربي في القناه الاولى. هكا كملنا الفيديو، نتقابلوا فيديو جديد.